السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني، انا ميرو ام البنات. يا ريت تدوسيلي لايك وتدعموني وتحطوا كومنت كده قمر زيكم، ونخش في الوصفة بتاعتنا. النهاردة عندنا وصفة من بيتنا برضو، وصفة بسيطة وسهلة وجميلة، وزي ما شفتي كده من التعليق، مفيش بيت ما فيهوش الرز الابيض المصري بتاعنا الجميل دوت. مفيش بيت ما فيهوش رز. هنعمل منه وصفة حلوة قوي. زي ما بنهتم بأكلنا ونظافة شقتنا، لازم برضو كمان نهتم ببشرتنا. ودي النهاردة وصفة النهاردة للبشرة. ولو حابة تكملي الفيديو، يا ريت تكملي الفيديو للآخر، هتستفادي منه جامد. يلا معايا. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، الرز هنعمل الخلطة بتاعتنا. الرز رهيب، حاجة كده فظيعة سبحان الله يعني. بإمكانيات بسيطة وحاجة عندنا في البيت وعلى قد إيدنا. دلوقتي الرز دوت هناخد منه معلقتين بس. زي ما انت شايفة كده، حط معلقتين ونص مثلا، مش هزود عن كده. في اللي حابة تزود مفيش أي مشكلة. اهو في كوباية، في كوبايتين مية. تمام كده، ما بطولش في الموضوع ده. هو يدوبك كده انا حطيت الرز في المية، واجيب كزرولة زي ما انت شايفة كده عندك، او اي حلة او اي حاجة، واروح مصفياه. هصفي المية. صفيت المية كده، انا كله عايزة اعمله قدامك عشان تبقي شايفة خطوة بخطوة، مفيش حاجة تقع منك. هرمي المية، كوبايتين مية في كزرولة زي ما انت شايفة كده، وهنحطهم على النار. زي ما انت شايفة كده حبيبتي، حطيته على البوتاجاز وهسيبه لغاية ما يغلي. يغلي جدا، انا عايزاه يعجن، عايزينه يعجن. انا هوريكي خطوه بخطوه وهي بقى عامل ازاي. اهم حاجه نقلب عشان ما يلزقش، يعني خلي ايدك معاه، مش تحطيه وتسيبيه على البوتاجاز. تمام، يعني اكيد لازم تتابعيه واحده واحده كده وتقلبيه. زي ما انت سامعه صوت الحله اكيد يعني كده كده يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين في الكاميرا، بصوا ابتدى يغلي، وطبعا ايدي فيه عشان ما يلزقش، وكمان بيفور. خلي بالك عشان ما يبوظش البوتاجاز عندك. يعني ايه، تابعيه قوي. ولو الميه نشفت وحسيتي ان الرز لسه مستواش، هنزوده ميه لغايه ما ايه يتعجن. عايزاه يبقى معجن خالص. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، بصي عمل ازاي، ابتدى يعمل ازاي. تفضلي برضو تقلبي فيه، قلبي فيه جامد، هو يلزق منك. حاولي باذن الله كده، اول ما تبتدي تلاقيه خلاص عجن، يبقى كده هنطفي عليه. ولو احتاج حبه ميه ممكن نزوده حبه ميه. كده حبايب قلبي، بعد ما كان على البوتاجاز وبصوا هو عجن اهو، زي ما احنا شايفين. بصوا بيطلع بخار، لسه شايلاه كده. الوصفه بتاعتي ابتدت تجهز زي معايا. هنحتاج بقى ان احنا نحطه في الكبه بتاعه الخلاط بتاعتك. هحطه في الكبه واطحنه. المطحنه هتعمله زي ما احنا عايزين، هتعمله لنا كريمي رائع، كريمي قمر كده. بصوا وصفه والله هتحبوها جدا. انا بعملها على طول. انا جيت اعملها، هي خلصت عندي وجيت اعملها، قلت اعملها معاكم عشان انتوا كمان تستفادوا زي ما انا بستفاد منها وبحبها. ان احنا عارفين ان الكريمات غالية قوي، والظروف والولاد والمدارس، الله يعين كل واحد على حاله. هنطحنه بقى في الكبة، مش عايزة اطول عليكم. اطحنه وارجع لكم بصوا يا حبايبي كده، بعد ما طحناه في الكبة اهو. بصوا بقى عامل زي الكريم كده اهو، كريمي، ملمسه ناعم. ولازم تطحنيه كويس قوي عشان يبقى بصوا كريمي كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. عندي كمان اضافة تانية اضيفه عليه، واللي حابة تضيف تمام، اللي مش حابة مفيش مشكلة. زيت جوز الهند، وفي زيت اللوز الحلو، وممكن زيت الزيتون كمان. يعني اي حاجة من التلاتة دي متواجدة عندك مفيش اي مشكلة. في ناس ما بتحبش الزيوت اصلا فما بتضيفش ليه زيوت، فبرضو مفيش مشكلة. بصوا انا مش هكتر، يعني انا هاخد قطرات بسيطة كده، لان انا اصلا بشرتي دهنية اهو كده. واقلب كويس قوي لغاية ما يتجانس مع بعضه. وكمان هضيف له مكون كمان. ايه اللي هضيفه كمان؟ هضيف له لبن. في اللي حابة برضو النقطة دي تمام، واللي مش حابة لا. اللبن طبعا بيفتح البشرة قوي اهو كده.
مش كتير، واقلب كويس قوي لغايه ما يتجانس مع بعضه، يتجانس جامد، لاني عندي مكون كمان هضيفه. هقلبه جامد قوي وارجع لكم تاني. يا حبايبي اهو كده دمجت اللبن خالص مع الرز. وعندي مكون كمان، عندي النشا. النشا طبعا بتبيض البشره وبتشد البشره وبتوحد لون البشره لو في بقع، لو في هالات تحت العين. الوصفه دي يعني بسيطه وسهله ومش مكلفه وعمرها ما هتضر البشره لانها من حاجات طبيعيه. هاخد برضو معلقه نشا كده بسيطه واقلبها كويس قوي لغايه ما ادمجها حلوه قوي اهو زي ما انتم شايفين كده. هقلبها كويس قوي 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 وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بعد ما قلبت النشا واللبن كويس قوي 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 لغايه ما اندمج كله ببعضه زي ما انتم شايفين، بصوا عامل زي الكريمي. فعندي لو عندك بطرمان بقى فاضي زي كده، يا ريت تكوني غسلاه كويس ومعقماه. ده طبعا مطرح كريم وكلنا بنجيب كريمات عندنا في البيت يعني متوفر. انا اهم حاجه في الوصفات اللي هي تبقى على قد الايد وموفره للست البنت والبنات كمان. يعني انا عندي بناتي فبرضو بيحبوا انا اي حاجه اعملها هم حابين يعملوا زيي، فعامله لهم الوصفه دي ليا وليهم. تبقى جميله قوي، بتشد الوش جامد قوي كده وبتبيضه وبتلمعه، يعني حاجه قمر كده، حاجه هتعجبك قوي باذن الله. هنفضيه طبعا هنا. وانتوا عارفين فوائد النشا حلوة قوي، ان هي بتساعد على تبييض الوش. ولو دخلتوا على جوجل وجبتوا معلومات يعني هتنبهروا والله بالوصفة دي. انا طبعا البطرمان هنا قليل، هجيب بطرمان تاني، بس زي ما انتوا شايفين كده اهو. بحفظه بقى اول ما يبرد احفظه في التلاجة. والوصفة دي يا ريت ما تقعدش اكتر من اسبوع او اسبوعين او 10 ايام. بصوا انا اول باول يعني هي اسبوع حلوة قوي، يا ريت ما تطولش عن كده عشان يعني طبعا فيها لبن وكده، فيا ريت ما تطولش، هي اسبوع. تستعمليها ازاي بقى؟ نجيب كده على وشنا نفرده كويس قوي على وشنا زي كده، ماشي. ونسيبه لغايه ما ينشف قوي. طبعا النشا بتشد الوش والرز كمان بيشد البشره. هتحسي بالفرق من بعد 3 ايام بالظبط، هتحسي بالفرق. هتفردي كده لغايه طبعا ما ينشف خالص. بعد ما ينشف خالص تقومي يا ريت تغسلي وشك بميه عادي من الحنفيه، وتمشي على وشك تلجيه. يا تمشي تلجيه يا ميه بورد. طبعا ميه الورد بتسد المسام واحنا عارفين فوائدها حلوه قوي للبشره. ونشطف بشرتنا ونرطبها بقى باي نقطه زيت جونسون بس. ولو نمتي بيه يا سلام هتقومي ملكة. يعني بصي بقى يعني، بس طبعا احساس ان انتي وشك مشدود مش هتعرفي تنامي بيه. انتي كل يوم تستعمليه الصبح وبالليل باذن الله. يا رب وصفتي تكون عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك والتعليق الجميل القمر اللي زيكم. ويا رب يكون فيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.